اللغة الإنجليزية في العموم تعتبر واحدة من أسهل اللغات اللي ممكن أي حد يتعلمها، ومع ذلك بيكون فيها شوية حاجات بتخلّيك تُقف كده وتقعد تهوش في راسك وتقول لأ برضه أنا مش فاهم. في فيديو النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها homonyms. الhomonyms دي هي عبارة عن كلمات في الإنجليزي بيكون ليها نفس النطق ونفس الspelling، لكن بيكون معانيها مختلفة والpart of speech بتاعها ساعات برضه بيكون مختلف. بمعنى الكلمة دي ممكن تكون في جملة اسم، في جملة تانية ممكن تكون فعل، في جملة تالتة ممكن تكون صفة، وهكذا. عشان نفهم الفكرة دي أكتر، تعالوا نبص على كلمة light مع بعض في ال3 جُمل دول. في أول جملة هتلاقوا إن إحنا بنستخدمها هنا كاسم بمعنى النور، في تاني جملة هتلاقوا إن إحنا بنستخدمها كصفة بمعنى خفيف، وفي تالت جملة بنستخدمها كفعل بمعنى ولّع أو يشعل. ونفس الفكرة دي بتنطبق على كلمات تانية كتير زي كلمة book، bank، park وغيرهم كتير. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا عليه لايك وتعملوا متابعة لصفحتنا عشان تستفيدوا بالمحتوى اللي إحنا بننزّله عليها.